السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عرفنا ازاي نحمل من فري بيك ببلاش، جه وقت حبيب الملايين شاتر ستوك. السلسلة دي هتلاقيها عندي على اليوتيوب بعنوان الملفات المدفوعة لن تعد ممنوعة، واللي وعد بإذن الله هنكبرها سوا عشان كل اللي نفسك فيه تقدر تحمله ببلاش. سامعك يا اللي هتقول لي حرام واللي بتعمله ده ضد الدين وما ينفعش، اقول لك تابع للآخر واحكم انت بنفسك، عشان انا هوضح انا ليه بعمل كده. انا محمد جادو ودي قناة جادو جرافيك. خلينا نخش في الشرح على طول. اول حاجة يا شباب هنيجي على شاتر ستوك ونعمل سيرش على اي صورة احنا عايزين نحملها. انا والله هكتب مثلا بلدي حبيبتي ايجيبت، اول واحدة جات. والله هشوف اي صورة تكون عجباني واختار ان انا احملها. صورة زي دي جميلة جدا، هاخد اللينك بتاعها من هنا واعمل له كوبي، وبعد كده هروح على الموقع ده. الموقع ده هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن. هتيجي من هنا وتعمل لوجن. هتعمل لوجن بايميل جوجل بتاعك عادي جدا بدون ادنى مشاكل. بعد ما تعمل لوجن للاكونت بتاعك، هتيجي عند هنا فايند ستوك وتدوس عليها، وفي الخانة دي هنحط لينك الصورة اللي احنا عايزين نحملها. بنعمل سيرش، جاب لك الصورة، اعمل فايند ذيس ستوك، كليك فيو، اعمل اوبن. طبعا زي ما انت شايف الصورة عندنا ايه، ودي بعد ما حملناها من غير الووتر مارك. زي ما انت شايف الصورة اهي. هتقول لي طب ده كويس جدا، هقول لك لا برضه لسه ناقصنا حاجة. يعني معقولة او انا صورة زي دي تنفع اصلا للاستخدام الطبيعي؟ الصورة بص، اصلا حجمها قليل جدا، يعني حجمها 444 كيلو بايت، حاجة ما تنفعش خالص. طب نعمل ايه؟ على نفس الموقع اللي احنا فيه برضه ندوس على الخانة دي بتاعت ايمج اب سكيل، تمام، وننزل تحت ونختار الاربعة اكس، وبعد كده نعمل الابلود. هنعمل ابلود للصورة اللي احنا حملناها ونستنى ثواني مع بعض وهو هيجيب لنا النتيجة. A few moments later. بعد ما بيخلص بيجيب لك الريزولت وجنبيها علامة الداونلود، هندوس عليها عشان نعمل داونلود للصورة. طبعا زي ما انت شايف فرق شاسع جدا 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 بين اللي احنا عاملينها دي وبين النتيجة النهائية اللي بالشكل ده. نعمل لها داونلود زي ما انت شايف، ويبقى احنا كده عندنا اي صورة يعني ديت الأصلية، تمام، ودي اللي قدرنا نعملها سوا. طيب دلوقتي جه الجزء بتاع احنا ليه بنعمل كده والموضوع ده هل حرام مش حرام. كل الحاجات دي هنوضحها دلوقتي سوا. لو جيت على جوجل وكتبت مين هو صاحب شركة شاتر ستوك، هيجي لك ان هو جون اورينجر، تمام، من مواليد كذا كذا ومن امريكا والكلام ده كله. طيب تمام، في نفس الخانة ديت انا هبحث عنه وهيجيب لي النتائج ديت. هاجي هنا والله عشان اشوف الملف بتاعه على تويتر او اكس يعني. لو نزلت كده شوية، حاجة بسيطة يعني مش كتير اهي، هتلاقي ان المعلم متبرع ب100,000 دولار وبيشجع الناس كمان انها تتبرع للخنازير اللي ما يتسموش. تمام تمام. يعني انت دلوقتي حرفيا كل اشتراكاتك وكل التحميلات اللي انت بتروحها بتحملها من شاتر ستوك. طبعا والاسعار غالية جدا، يعني هو اصلا بيديك 10 صور في الشهر ب30 دولار. فصباح الفل، كل الفلوس اللي انت بتدفعها ديت بيروح جزء منها كبير لدعم الكيان والناس اللي ما تتسماش. فانا والله شايف ان معلش يعني فلوسي وفلوس اخويا ما تروحش للاشكال دي. فوالله الطريقه قدامك اهي، انت حابب تستخدمها تمام، مش حابب ومستحرم برضه لسه بعد اللي انا بوريه لك ده، والله دي حاجه ترجع لك، انا ما بغصبكش على حاجه. في ناس ممكن تستفيد من الكلام ده وفي ناس ممكن ما تستفادش. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتابعني، عشان باذن الله رب العالمين خلال الفتره الجايه دي هنقدم حاجات مميزه قوي قوي قوي. اشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله.